السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول فيديو حقيقي هنبدأ فيه شرح أوامر كالي لينكس للمبتدئين، وده أول وأهم خطوة في طريقك كهاكر أخلاقي محترف. كل أمر هنا مش بس هتفهمه، لأ هتستخدمه كمان بإيدك، وهتحس قد إيه التيرمينال بيخليك تتحكم في كل حاجة. أول حاجة، ده نظام كالي لينكس مثبته على في ام وير. طيب احنا هننزل ازاي ولا هنعمل ازاي؟ أول حاجة هنكتب هنا كالي لينكس، بعد كده هيظهر معاك كالي لينكس هنا، دوس اول رابط، بعد كده هيقولك داونلود، بعد كده هتثبت انستولر ايمج. ممكن تنزل فيرتشوال ماشين، بس انا بنصحش بيها، انا بنزل النسخه اللي انا منزلها انستول ايمج، اللي هي النسخه الرسميه اللي المفروض بتنزل على الهارد نفسه. اول حاجه هتضغط عليها هنا، بعد كده هتنزل النسخه دي، هتدوس من هنا، بعد كده هيقولك هيثبتها فين. تاني حاجه هنعوز نثبتها في ام وير. دوس هنا وتنزل في ام وير، هو شكله اهو. بعد كده هتفتحه وتسطب النسخة عادي. بعد ما هتسطب النسخة، أول أمرين لازم تكتبهم هو سودو، ده تيرمينال، هنفتح التيرمينال من هنا، سودو apt update، وهتدوس انتر. هنا هيقولك الباسورد ده هتجيبه منين؟ كده كده انت بتبقى أول ما بتسطب النسخة على الفيرتشوال ماشين هيقولك سجل باسورد، انت هتكتب الباسورد وهنا هتحط الباسورد وهتدوس انتر. سودو apt update، هنا بنحدث قاعدة البيانات، هنا انا كنت محدثها قبل كده، بعد هو هتلاقيه هيحمل معاك. بعد كده هنكتب سودو apt upgrade وهندوس انتر، وهنا بنحدث البرامج، هتسيبه هتلاقيه بيحمل معاك. هنا بيقول لي continue، دوس واي. هو هيحمل معاك وهيعمل تحديث لكل البرامج اللي هي نازلة. الملزمة ديت هتلاقوها في الرابط تحت، هنا هعملها. هنا كتبنا الأمرين سودو apt update وسودو apt upgrade، بعد كده سودو su سودو سوبر. عشان في عندنا حاجة في كالي لينكس اسمها النظام العادي والنظام السوبر، اللي هو المدير والعامل الشغال، كل واحد ليه استخداماته. يعني سودو سوبر هي اس يو اختصار لسوبر، وهندوس انتر وهندوس الباسورد، وكده انت فعلت نظام الروت او اللي هو نظام المدير. طيب انت لو عايز تخرج منه، بس في الاول احنا هنا كتبنا سودو apt update، كتبنا هنا سودو apt update، هل هنكتب تاني سودو
لا مش هنكتب سودو. ليه؟ لانك انت مفعل الروت. هنكتب ات ابديت على طول وهندوس انتر وهتلاقيه بيعمل ابديت عادي. طيب عايزين نطلع من الروت ده ونرجع للصلاحيات اللي هي العادية. هتكتب اكزit وهتدوس انتر كده طلعك ورجعك للصلاحيات العادية. طيب هل لو انا كتبت ابديت هيعمل هيشتغل ويعمل ابديت؟ اهو جاب لك ايرور. زي ما انت شايف بيقول لك permissions denied، يعني هو مش عارف، انت مش مديله الصلاحيات اللي هو يعملها. فانت كده قدامك عشان تعمل ابديت او ابجريد او الحاجات اللي هي محتاجة الترقية، لا اما تكتب سودو قبل الامر او ترفعه صلاحيات الروت زي ما احنا قلنا سودو SU سودو كده رفعت صلاحيات الروت. كده هتكتب الامر كامل من غير ما تكتب سودو، او ممكن تكتب سودو وانت في الصلاحيات اللي هي العادية. تمام. طيب دلوقتي عايزين نعرف، هو هنا عمل ابديت، هنا عمل ابجريد، خلص ابجريد. تمام. هنا عايزين نعرف هو ايه، وبيقول لك انت مين، تكتب هو ام وهتدوس انتر. زي ما انت شايف كتب لي عبد الرحمن، ده الاسم اللي انا مسجل بيه نظام كالي اول ما سطبت النسخة على الفي ام وير. تاني حاجة بي دبليو دي ولو دوسنا انتر هيقول لك انت فين، او زي ما انت شفت انت في عبد الرحمن اللي هو في الهوم. طيب انا مش فاهم دلوقتي يعني ايه انا فين. ده المسار، يعني مثلا انت بتدخل على الهوم، دخلت مثلا على الميوزك، دوست هنا، ده المسار ادي اهو زي ما انتوا شايفين. اللي هو انت موجود فين دلوقتي. بعد كده هندوس ls، امر ls ده بيعمل ايه؟ بيظهر لك الملفات اللي انت موجود فيها. يعني انا موجود في الهوم، اظهر لي كل الملفات اللي هي في الهوم، او ديسكتوب ودوكومنتس داونلود بكتشر وما الى ذلك، او زي ما انتم شايفين. طيب انا لو عايز ادخل دلوقتي لفولدر معين، يعني مثلا لو انا عايز ادخل للداونلود، هنعمل ايه؟ امر cd داونلودز، تكتب داون وبعد كده تدوس على التاب، زرار التاب هنا من في 2 تكتب داونلود. كده انا دخلت في الداونلودز، او زي ما انت شفتوا كده الاسم اتغير على طول من الشرطة للداونلودز. يبقى كده انا دخلت جوه فولدر داونلودز، ولو ضغطت ls مش هيظهر لي حاجة لان عندي هنا الداونلودز فاضي زي ما انت شايف. طيب انا دلوقتي لما دخلت على الداونلودز انا عايز ارجع تاني للقائمة الرئيسية، هنعمل ايه؟ cd، نكتب هنا cd نقطتين، وكده هرجعك للقائمة الرئيسية اللي هي في الهوم. رجعك خطوة لورا، يعني انت مثلا لو دخلت على الدوكيمنت داونلودز ولقيت فيه ملف جوه، بعد كده عايز ترجع. تاني حاجة هنتعامل معاها هي الملفات.
ازاي ننشئ ملف؟ احنا هنا دخلنا في الداونلود زي ما انتم شايفين هنا فاضي. عايزين ننشئ ملف، هنكتب بأمر نانو ونكتب اسم الملف مثلا الديب دوت تكست وهندوس انتر. زي ما انت شايف كده انت هتكتب الحاجات اللي جوه الملف، مثلا هنكتب اي كلام. طيب دلوقتي احنا كتبنا الكلام ده، عايزين نحفظ الملف ده، هنكتب كنترول، هندوس على كنترول وحرف الاو، بعد كده انتر، بعد كده كنترول اكس عشان تخرج. زي ما انت شايف انشأ لنا الملف على طول الديب دوت تكست. طيب انا دلوقتي عايز اقرا الملف ده، تعالوا بس نفضي دي الاول كلير. عايزين احنا دلوقتي جوه الداونلودز زي ما انتم شايفين، عايزين دلوقتي نقرا الملف او الكلام اللي احنا كنا كاتبينه. هتكتب امر كات، بعد كده الملف اللي هو الديب دوت تكست وهندوس انتر. زي ما انت شايف هنا اظهر لي كل الكلام اللي انت شايفه ده اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي. طيب انا عايز احذف الملف ده، انا الملف ده مش عاجبني عايز احذفه. هتعمل ايه؟ هتكتب rm، بعد كده الديب اسم الملف بالامتداد بتاعه وهندوس انتر. زي ما انت شايف حذف لي هنا على طول الملف. طيب عايزين نرجع خطوة لورا، سي دي نقطتين زي ما احنا متعودين كده، رجعني للهوم. بعد كده هتكتب ls زي ما انت شايف كده ظهر لك الملفات. تعالوا احنا نرجع كمان هنا للهوم اهو ظهر لي الملفات. طيب دلوقتي انا عايز انشئ ملف، مش عايز انشئ، عايز انشئ قصدي فولدر، مش عايز انشئ ملف. هتكتب make direction، اختصار make direction MKDIR عشان تنشئ فولدر. وبعد كده تكتب اسم الفولدر وليكن الديب برضو مثلا وهندوس انتر. زي ما انت شايف انشأ لي الفولدر. طيب لو انا مش عاجبني الفولدر عايز امسحه، هتعمل ايه؟ rm، نفس لما بتمسح الملفات بس في اختلاف، تحط الشرطة دي مع الار، بعد كده تكتب اسم الفولدر وهندوس انتر. زي ما انت شايف مسح لي الفولدر اللي انا لسه ناشئه حالا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ملف تاني، تعالوا نجرب نعمل ملف تاني نانو نجيب التكست، بعد كده هنكتب اي كلام وهندوس كنترول او زي ما احنا متعودين كنترول او، بعد كده انتر، بعد كده كنترول اكس عشان نطلع بره. طيب دلوقتي انا عايز انقل الملف. طيب هنقل الملف ازاي؟ عن طريق الموف ام في، بعد كده هتكتب اسم الملف الديب بالتكست، بعد كده هتكتب المسار مثلا تحطه في الداونلود مثلا سلاش داونلود، وهندوس انتر. هنا بيقول لي permission denied تمام. ام في الديب دوت تكست هو داونلود على طول.
وهندوس انتر اهو زي ما انت شايف كده نقلها لي على طول في الداونلودز. يعني احنا لو دخلنا على الداونلودز دلوقتي احنا هنا غيرنا اسم الملف بالغلط عشان كتبنا داونلودز بالغلط زي ما انتوا شايفين. هنكتب موف، رجع الاسم تاني ديب موف داونلودز بقى عشان الاسم الجديد. بعد كده هنكتب رجع الاسم تاني الديب دوت الديب، بس خليه الديب على طول. بعد كده هندوس انتر كده غير لي الاسم على طول. طيب دلوقتي انا عايز اضيفه في الميوزك مثلا او في الدوكيومنتس او في اي حته تانية. تعالى ندخل كده الداونلودز فاضي، هنحطه في الداونلودز، هنكتب موف، نكتب موف الجيب وهنكتب داونلودز دي كابيتال. بعد كده هندوس تاب، هيقول لك اختار، هدي كده داونلودز كنترول شيفت سي، بعد كده كنترول شيفت في وهندوس انتر. كده زي ما انت شايف هنا خد الملف من هنا وحطه في الداونلودز. طب ما تيجوا نشوف زي ما انتم شايفين كده اتحط في الداونلودز. طيب احنا كده عرفنا ازاي نغير الاسم وازاي ننقل الملف لمكان تاني. طيب انا دلوقتي عايز انسخ الملف ده، عايز اخده كوبي، هنعمل ايه؟ تعالوا نرجعه تاني مكانه، موف ديب حطه في الهوم مثلا، تاب هوم تاب عبد الرحمن. عشان نرجعه تاني لازم طالما هو مش في نفس المسار، يعني انت مثلا لو ضغطت LS، تعالوا نفتح تيرمينال جديد، تعالى هنا انت لو دخلت جوه الداونلود، خلينا في الاول في الهوم، LS ظهر لك الملفات كل المجلدات والملفات اللي موجودة في الهوم. طيب انا لو دخلت دلوقتي في الداونلودز وتكيت LS ما ظهرليش غير الملف ده بس. طيب انا لو عايز انقل الملف ده لملف تاني في الداونلودز، طيب لازم اعمل ايه؟ لازم اعرف المسار بتاعه، لازم انقله بالمسار بتاعه طالما هو مش في نفس المكان. طيب وقلنا هنعرف المسار ازاي؟ ب WBD. عرفنا المسار اهو. فهو احنا هنا في الداونلودز. طيب انا عايز ارجعه احطه مثلا عند عبد الرحمن، هتكتب موف والاسم الملف او اسم المجلد، بعد كده هتكتب المسار لحد عبد الرحمن. تمام، تعالوا نشوف كده هنا، ادي موف عبد الرحمن وهندوس انتر. موف نجيب سلاش هوم سلاش عبد الرحمن. طيب خليها ناخدها نسخ افضل عشان نشوف برضو النسخ. كوبي سي بي وهندوس انتر، نشتغل دي فايل دايركشن. احنا كده طلعنا بره، احنا مش جوه الداونلودز زي ما انتم شايفين، احنا هنا في الهوم. طيب ندخل للداونلودز، CD
داونلودز. كده دخلنا في الداونلودز. بعد كده هنكتب موف الديب اسم الملف سلاش هوم سلاش عبد الرحمن. بعد كده هندوس انتر. كده نقلهولي، كده خدوا من موف او كده خدوا قص وحطوا في عبد الرحمن بره هنا رجعوني. طيب دلوقتي انا عايز اخده نسخ، يبقى عندي نسختين منه، نسخة مثلا بره ونسخة في اي مجلد جوه. هنعملها ازاي؟ هنرجع الاول سي دي، نرجع خطوة لورا كده، رجعنا للهو. طيب نتك ls تشوف الملفات اللي عندنا هي ديسكتوب والدوكيومنتس والداونلود والديب، كل الملفات دي موجودة هنا. طيب كده تمام، انا في المكان الصح. هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين ناخد نسخ، ناخد ملف الديب نسخ، كوبي، دوس سي بي والديب، وهناخده النسخ مثلا نحطه في الميوزك. هل هنكتب المسار كامل؟ لا. ليه مش هنكتب المسار كامل زي ما احنا كتبناه فوق؟ كتبنا هو مع عبد الرحمن، لان انا مش في مكان تاني، لان انا هنا بره. اقدر ادخل الاوضه دي او الاوضه دي او الاوضه دي او الاوضه دي او الاوضه دي، انما انا لما كنت جوه في الاوضه لازم اطلع بره في الصاله عشان ادخل الاوضه التانية. طيب نجرب كده نحطه في الميوزك. كتبنا ميوزك وهندوس انتر. طيب هنا انت مشوفتش تغيير ليه؟ لانه عمل نسخ. طيب ندخل كده للميوزك، موجود جوه في الميوزك. طيب في الداونلودز مفيش حاجه في الداونلود. هاتوا برضو ناخد كوبي الديب، حطه في الداونلودز وهندوس تاب اهو. ندخل داونلودز زي ما انت شفتوا، ملف اتحط جوه في الداونلودز. طيب هتسألني دلوقتي انا بكتب ازاي الكلمة بسرعة؟ انا بكتب اول حرف بس، بكتب مثلا سي بي كوبي وهدوس على الملف. هتدوس اول حرف من اسم الملف اي مثلا، هل في حاجة هنا اي شبهها؟ لا. هتضغط تاب هتلاقيه كتب لك على طول. طيب في الداونلود مثلا كذلك تكتب اول حرف دي، هندوس تاب. طيب ليه هنا ما كتبش على طول؟ لان هو مش عارف هيختار لك اني، انت هتحط في اني، في الديسكتوب ولا في الدوكيومنتس ولا في الداونلودز. تكتب مثلا دي او دبليو وتضغط تاب اهو، زي ما انت شفت هو بيكمل لك لوحده، وهندوس انتر. كده المفروض حط لي ملف جوه. تمام. هنكمل. شوف احنا فاضل لنا ايه. احنا خدنا ويام والاس والبي دبليو دي والسي دي اللي هو الموف، خدنا جيت فولدر، والريد خدنا الكات، وخدنا انشاء ملف، خدنا الريموف، خدنا الميك دايركشن انشاء مجلد، وخدنا الريموف للدايركشن، الريموف للمجلد، وخدنا الموف، وخدنا الكوبي. ماشي، فاضل الايكو. زي ما احنا قلنا استخدام الايكو هو طباعة الاسم. هتكتب مثلا ايكو زي ما انت شايف، وهتكتب اي حاجة مثلا عبده مثلا، وهندوس انتر هتلاقيه طبع لي هنا عبده. طيب ممكن استخدمها في حاجة تانية، ممكن استخدمها في حاجة تانية. تعالوا بس الاول حاجة نعدل على الملف اللي هو بتاع الديب. هتعدل عليه ازاي؟ هتكتب نانو والاسم والديب وهدوس انتر.
زي ما انت شايف هنشيل ده كله، نشيل ده كله وهنكتب واحد مثلا ايه تساوي ايه، تنزل تحت، 2 تساوي b، تنزل تحت، 3 تساوي c. وهندوس كنترول وحرف ال O، وهندوس انتر، وهندوس كنترول واكس. كده احنا عدلنا الملف اللي هو هنا في الهوم. طيب انا دلوقتي عايز اضيف كلمة او اضيف اي حاجة، اي نص اضيفه جوه الملف من غير ما افتح الملف، من غير ما اكتب نانو وادخل واقعد اعدل. في عندنا امر اسمه ايكو، هو استخدام ايكو برضو ممكن نعمل ايكو وهنكتب اللي احنا عايزين نضيفه جوه. مثلا هنكتب 100 equal عبد الرحمن مثلا او عبد. بعد كده هنضيف علامة اكبر من واصغر من، وهنضيف الملف اللي احنا عايزين نحطه فيه واللي احنا مسمينه هنا الديب، وهندوس انتر. طيب تعالوا كده نقرا الملف اللي احنا عاملينه كات الديب، وهندوس انتر. زي ما انتم شايفين كتب لي 100 بتساوي عبد. طيب قال لا، طب هو كده مسح الكلام كله. انا مش كنت كاتب واحد بتساوي واحد بتساوي ايه، واتنين بتساوي سي، اتنين بتساوي بي، والتلاتة بتساوي سي؟ طب هو كده مسحهم. ليه مسحهم؟ عشان انا حطيت العلامة دي اللي هي بتاعت اكبر من. طيب انا دلوقتي لو مش عايز امسحهم، تعالوا نعدل تاني نانو الديب وهندوس انتر. زي ما انت شايف هو هنا مسح. طيب هندوس، هنكتب قلنا زي ما واحد بتساوي ايه، اتنين بتساوي بي، تلاتة بتساوي سي، وهندوس كنترول او انتر كنترول اكس. طيب تعالوا نقرا كده الملف كات الديب زي ما انتم شايفين. طيب دلوقتي انا عايز اضيف مثلا، اضيف اي حرف تاني، نضيف 4 مثلا بتساوي دي، هنقول ايكو. بس انا دلوقتي انا مش عايز امسح، يعني عايز اضيفها على الحاجات الموجودة، البيانات اللي موجودة جوه الملف. هنعمل ازاي؟ هنكتب مثلا اللي احنا عايزين نضيفه 4 تساوي مثلا دي، بعد كده هنضيف علامتين من اكبر من، وهنكتب الاسم الملف الديب، وهندوس انتر. كده ضاف لي 4 بتساوي دي. طيب هل لو احنا عملنا وقرينا الملف هل هيمسح ولا لا؟ تعالوا نشوف. هندوس كات بعد كده الديب، زي ما انتوا شفتوا هنا ضاف لي 4 تساوي الدي، كده ما مسحش. طيب عندنا بقى الجزء اللي هو معلومات عن الجهاز. اول حاجه هناخد if config. تعالوا نشوف الملف عشان ما نكونش سايبين حاجه. خدنا ايكو تو append words، ماشي. المعلومات عن الجهاز. هنكتب اول حاجه if config، و if config ده config بيعرفنا الشبكه. كبر دي وهندوس انتر. زي ما انت شايف كده
either 0 اللون. هنا بيعرفك المعلومات عن الشبكة والاي بي. نرجع تاني اهو الاي بي اهو، ماشي، معرفك كل حاجة عن الشبكة. تمام. دوس كنترول اكس كلير كلير. كده مسحنا ونضفنا التيرمينال بتاعنا. تاني امر معلومات عن الرام. ازاي هنعرف المعلومات عن الرام؟ هتكتب فري، وهنا بيعرفك المعلومات عن الرام. هنا الرام الإجمالي واللي أنت مستخدمه، وهنا الرام الفاضي أو اللي أنت أو اللي هو المتبقي. طيب عايزين نعرف معلومات عن الهارد. ديف حرف الاتش وهندوس انتر. كده جاب لك معلومات عن الهارد زي ما انت شايف، في الحاجات اللي هي واخدة مساحة والحاجات اللي انت مستخدمها هنا. تمام. تاني حاجة أو آخر حاجة عايزين نعرفها العملات اللي هي شغالة دلوقتي. الحاجات اللي هي شغالة دلوقتي هنعرف ازاي من بي اس و اي يو اكس وهندوس انتر. زي ما انت شايف كل دي عمليات شغالة دلوقتي، والاي بي بتاعها بتاع العمليات مثلا، كل دي عمليات شغالة اهو. تمام. وبكده نكون خلصنا، ودي كانت أهم أوامر كالي لينكس اللي لازم تتعلمها وتطبقها بإيدك. ما تقلقش لو نسيت، ارجع للفيديو وطبق الأمر وعلقها فوق اللابتوب. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجاية اللي فيها اختراقات عملية ومهارات في الريد تيمينج قوية جدا. أنا عبد الرحمن الديب، وده كان معاك في الديب سيك، واللي جاي أقوى، فركز معايا.